ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. سنتناول في هذه الحلقة فيما يتعلق بالجرائم والجريمة. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الدكتور حسن سلمان، وأرحب بكم أيضا. الجريمة معناها وأسبابها، وهل توجد هذه الجرائم في إريتريا كظاهرة نحتاج إلى علاجها، وهل الإريتريون معروفون بالجرائم أو هم معروفون بالسلم والمسالمة. وأيضا أعلنت بعض وسائل الإعلام أن العام المنصرم حصلت فيه أكثر من 5000 جريمة و11 حالة مخالفة للقانون، وذكروا أن معظم هذه الجرائم قد ارتكبها شبابنا الإريتري. فهل بالفعل الشباب الإريتري في داخل إريتريا وخارجها يرتكبون مثل هذه الجرائم؟ وهل هذه فيهم سمة؟ كل ذلك سنناقشه مع ضيفنا الحبيب العزيز الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا دكتور. لا نريد أن نطيل في المقدمة، نريد مختصرا ماذا نعني بقضية الجريمة بمفهوم الشرعي، وماذا المقصود بها أيضا بمفهوم العصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مفهوم الجريمة أولا هو مفهوم يختلف طبعا من مجتمع إلى آخر وفق المنظومة العقائدية والدينية والأخلاقية والقانونية. فكل مجتمع يعني يحدد على الأقل ثوابت ينطلق منها وأخلاقيات يلتزم بها ومعارف تضبطه في حياته وسلوك معين. هذه القضايا التي يتفق عليها المجتمع وفق عاداته وتقاليده ودينه تترجم بعد ذلك في شكل منظومة قانونية، فينص القانون على وجود مجموعة من الجرائم. هذا التنصيص في الجريمة هو الذي يعده على الأقل من ناحية التشريع والقانون، يعده الناس الآن في القانون أنه لا جريمة إلا بنص. فأي جريمة لم ينص القانون على أنها جريمة عند المجتمعات من الناحية القانونية لا تعتبر جريمة. عجيب. تمام. هذا تقريبا أول من ناحية. الأمر الثاني بالنسبة لنا، هنالك جرائم ذات طابع ديني عقوبتها أخروية، وهنالك جرائم ذات طابع دنيوي وعقوبتها أيضا دنيوية. هذا بالنسبة لنا في الشريعة. مثلا بعض المجتمعات الآن لا تنص على أن الزنا جريمة ما دام أن هنالك تراضي بين الطرفين. بالنسبة لنا في الشريعة الإسلامية الزنا يعد جريمة سواء تم التعرف عليها أو لم يتم التعرف عليها، فتتحول إلى جريمة أخروية في حالة تتم خفية ولا يتم التعرف عليها، وتعتبر جريمة دنيوية ينص القانون على عقوبة عليها عندما يتم الاعتراف بها أو الإقرار أو الشهود أو ما شابه ذلك. إذا نحن بالنسبة لنا الجرائم هو ما نص الشارع عليها بالتحريم، ما نص الشارع عليها بالتحريم وحدد لها حدودا. حدد لها حدودا دي
ليست شرطا، لأن مثلا ترك الصلاة جريمة، ترك الزكاة جريمة، لاحظت؟ لكن قد لا يكون هنالك مثلا عقوبة لبعض الأشياء هي مجرمة ونص الشارع عليها في عقوبة أخروية، ولكن لم ينص عليها في عقوبة دنيوية. لكن بشكل عام لفظة نص عليها عقوبة صحيحة، هذه العقوبة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. فإذا نص عليها في عقوبة دنيوية بطبيعة الحال في المجتمعات المسلمة يفترض أن تتحول إلى قانون أيضا وفق المنطق السائد الآن في الدول. أي مخالفة شرعية يكون مقابلها هنالك عقوبات. هذه العقوبات إما أن تكون عقوبات حدية نص الشارع عليها نصا، مثل عقوبة السرقة، عقوبة الزنا، عقوبة الردة، عقوبة قذف المحصنات، هذه عقوبات نص الشارع على عقوبة شرب الخمر شرب الخمر. وهنالك عقوبات تسمى عقوبات تعزيرية، بمعنى ما نص الشارع على أنه مخالفات وهذه المخالفات لم ينص عليها بعقوبات حدية، يترك أمر التقدير فيها للإمام أو للدولة المسلمة، تنص بعد ذلك هي من خلال على كل مؤسساتها على الجرائم المحددة. جميل. وكلمة الجرم في حقيقتها هي القطع، فالذي يرتكب جريمة مع الله كأنما وصل إلى مستوى القطيعة مع الله. ولذلك سبحان الله تجد لفظ الإجرام في القرآن الكريم أحيانا يكون فوق الكفر. إن المجرمين في ضلال وسعر. أيضا كان يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فإذا هذه لاحظ الآن قضايا كبيرة. فعندما يكون القطع مع الله يسمى جرما أخرويا وجرما مع الله سبحانه وتعالى. وعندما يكون هنالك ارتكاب لمخالفة تمس المجتمع يطلق على الشخص أيضا ارتكب جريمة. لماذا؟ لأنه كأنما بارتكابه جريمة أوجد قطيعة بينه وبين المجتمع. نعم. أوجد قطيعة بينه وبين المجتمع. جميل. هذا تقريبا من حيث التعريف لمفهوم الجريمة. طيب لو دخلنا نحن الآن في صلب الموضوع، بعض وسائل الإعلام أعلنت عن وجود جرائم في إريتريا وعددها 5000 جريمة و11 مخالفة أو 11 مخالفة. وأحالت الموضوع أو ذكرت أن معظم الذين ارتكبوا هذا الجرم هم الشباب. دعني شيخ حسن نناقش على طبيعة الشعب الإريتري. هل هو طبيعته طبيعة الإجرام؟ هذه واحدة. ثانية، هل الوضع السائد الآن في داخل إريتريا وخارجها بالنسبة للإريتريين الذين يمرون بظروف صعبة، هل بالفعل هذا الوضع الموجود يجعلهم يرتكبون فعلا الجرائم أم الجرائم ترتكب فيهم؟ يعني هذه قضية مهمة. أثناء عيشنا نحن في فترة 40 سنة في السعودية وجدنا أن الشعب الإريتري شعب مسالم وطيب جدا، ولم تسجل عليه مخالفات، لأنه كان عندنا تواصل مع بعض المسؤولين، مخالفات تنص على أنها جريمة، وإنما كان هناك معظم المخالفات هي في الأخلاقيات والسلوك، شرب الخمر، ارتكاب زنا، خلوة، مصانع للخمور. وهذه وإن كانت أيضا هي تعتبر من معظمها أو أكثرها من قبل النصارى وبين المسلمين قليل، لكن كان يوجد هذا وهذا. حول هذا تعليقكم يا شيخ حسن؟ جيد. أول طبعا نحن حتى نستطيع أن نواكب موضوع الجرائم ونقول بأنه والله حجم الجرائم كذا، على الأقل يتطلب أن يكون هنالك قانون ينص على أشياء محددة وواضحة للناس، بحيث نستطيع أن نقول والله فعلا وقعت جرائم في المجتمع. أحسنت. فالآن أنا مثلا أعرف أنه والله موضوع الخمور ليس مجرم. إذا من شرب خمرا تلقائيا لا أستطيع أن أقول هذه تسجل عندهم جريمة، ولا الزنا عندهم جريمة. يبقى أنت والله في موضوعين كما تفضلت، قد يعتبر في بلدان أخرى يسجل على الإريتريين كجرائم، لكن في وطنهم قد لا يكون بالنسبة لهم جريمة. وبالتالي أول من الصعوبة جدا أننا نثق في هذه المعلومة بهذا الشكل. والذي يجعلنا نشك في ذلك أولا
غياب القانون الواضح في أنه والله ما هي الجرائم. النقطة الثانية، يبدو والله أعلم جزء كبير مما يسمى جرائم قد تكون له علاقة بطبيعة تعامل هؤلاء الشباب مع السلطة السياسية. يعني أنا ما أتصور أنه والله المسألة قد تكون لها علاقة في جرم المجتمع فيما بينهم. مثلا أديك مثال، هروب الشاب من معسكر ساوى أو هروبه من الخدمة، هذه جريمة عندهم، هذه نعم. أكبر جريمة. صحيح. فيمكن فعلا بهذا النوع من الجرائم يقول لك الشباب كانت جرائمهم إيه؟ جرائمهم أكثر. نعم. أن يخرج شاب مثلا ويضع قطعة السلاح ويهرب إلى السودان، هذه جريمة. نعم. فتسجل عندهم إيه؟ جريمة. بهذا الشكل. لكن أن نتصور بأنه والله المجتمع الإريتري الذي فعلا يقبع الآن تحت الدكتاتورية، و80 90% من هؤلاء الشباب أصلا في الخدمة العسكرية، اللي يخلينا نحن نقول هذه الجرائم لها صلة بالسلطة السياسية وعلاقة الشباب مع السلطة السياسية أكثر من أنه هي علاقات مجتمع، هو أنه 80% من الشباب معها. ولذلك هذه الجهة لم تفصح أصلا عن نعم. ماهية هذه الجرائم. نعم. ذكروا قالوا 5000 جرائم و11 مخالفة. طيب ما هي؟ وضحوها. نعم. كم نسبة منها في القتل مثلا؟ كم نسبة منها في السرقة؟ كم نسبة منها مخالفات في الجيش؟ ما ذكروا هذا. نعم صحيح. المعهود عموما القبضة المعروفة الآن في إريتريا وما يصلنا كذلك من معلومات أهلية وغيرها، تجد أنه والله الجرائم اللي تشغل المجتمعات مثل قضية أنه والله القتل أو أحيانا العدوان بين القبائل، أن تعتدي قبيلة على قبيلة، هذه غير موجودة كجرائم، على الأقل قد تكون قليلة جدا وليست مشهودة. فعلى كل أنا الذي أرجحه أن هذا النوع مما يسمى الآن جرائم ستجد بأن جزء كبير منه له علاقة بأن الشباب أنت تأخذه في خدمة وطنية مفتوحة الأمد ما محددة، فيشعر بأن مستقبله سيضيع. أنت بتعتبر والله الهروب من الخدمة الوطنية جريمة. الشاب بعد ما يتم 2 3 4 سنوات، بل يدخل أحيانا في 7 8 سنوات، يشعر بأن والله أنت من تجرم في حقي. نعم. ستنقلب المسألة. وبالتالي أنا في رأيي السلطة السياسية يفترض أن تنظر إلى الدوافع والجذور التي تدفع هؤلاء الشباب إلى هذا النوع تحديدا من الجرائم يعني. فالنقطة الثانية يكون والله مثلا ما يسجل جرائم، مثلا أن يتستر الوالدان عن ابنهم الذي مثلا جاءهم مسافرا أو أنه جاءهم من الخدمة فلم يخبروا عنه، هذه برضو قد تسجل جريمة. وبالتالي ستلاحظ بأن جزء كبير جدا من المشكلات التي تسجلها السلطة بأنها جريمة من الجرائم، اعتقد هي جرائم من هذا، ولذلك لم تفصح عنها. لا تستطيع أن تفصح، لأنه فعلا هي في نظرها جريمة، في نظرها جريمة، لنظر الشعب ليست جريمة. يعني أنت جريمة على الشعب، أنت يعني ترتكب السخرة وترتكب ما يسمى الآن بالعبودية المعاصرة في شعب كامل. القانون غير محدد، غير منضبط، طالبته الأمم المتحدة أكثر من مرة، طالبت النظام بضرورة تحديد مدى الخدمة الوطنية، ويمكن الطلب الوحيد من أوروبا الآن حتى تخفف الهجرة إليها، طالبت النظام بأن يحدد المسألة في 2 سنين. لا يوجد قانون في إريتريا يا شيخ حسن. القانون للأسف الشديد حتى هذه اللحظة المعتمد من النظام هو القانون الأثيوبي القديم. يعني جزء كبير مما هو كان، لأنه أنت إلى الآن ما عندك برلمان ولا عندك سلطة قضائية مستقلة، وعندك أزمة فيما يتعلق ببنية الدولة ومؤسساتها. فالشيء الموجود هو جزء كبير من مخلفات العهد النظام السابق والنظام الأثيوبي. فهذه هي تقريبا الوضع. يعني صح في بعض الأمور حاصل نوع من التقنين. طيب شيخ حسن، احنا بصراحة بنسمع عن جرائم القتل في أوروبا وكذا بشكل نادر جدا. يعني العام الماضي أقدم أحد الإريتريين بقتل فتاتين. نعم. يعني وهذا أعتقد خلال ربما 20 سنة لم نسمع بمثل هذا القتل البشع. نعم. وكذلك سمعنا أيضا قبل حوالي 2 شهرين أقدم بعض النصارى في قتل أخا إسلاميا، نعم مسلما، وطعنوه بالسكين لكن لم يمت. نعم. نعم. فكان حقيقة في ذلك يعني تدخل بعض الوجهاء في الإصلاح حتى لا تكون فتنة، لأن القضية الأولى قضية نادرة، والثانية قضية يعني خلاف بين المسلمين والنصارى، فتدخلوا للإصلاح بينهم. تعليقكم حول القضيتين؟ هو أول صراحة يعني بالنسبة للشعب الإريتري لو نظرنا إليه في تاريخه فيما بينه بشكل عام هو مسالم. يعني قد تدخل عمليات الاستقطاب السياسي كعامل من عوامل التأجيج، لكن بشكل عام فيما بينهم
بشكل عام فيما بينهم تجد أن حالة السلم وحالة التعايش هي الحالة الغالبة فيها هذا. جميل. سواء داخل إريتريا أو خارج إريتريا. لو أردت أنت الآن مثلا في 60 سنة سابقة أو 70 سنة سابقة أن ترصد حالات الاحتقان التي أدت إلى احتراب ديني بين مكونات الشعب ستجدها قليلة جدا أن تسجلها بهذا. حتى القبائل فيما بينها ما بتجد هذا الجانب. 60 70 سنة ما بتسمع، يعني حوادث نادرة جدا، ما تستطيع أن تشكل لك ظاهرة في المجتمعات بقدر ما هي أحوال، مع أنه نحن نعيش في محيط كله حالة من الاحتراب القبلي، محيط الذي نعيش فيه. أمشي السودان ستجد هذا الجانب موجود، أمشي إلى أثيوبيا ستجد هذا الجانب، تمشي الصومال ستجد هذا الجانب موجود. الشعب الإريتري يكاد يكون جزء كبير من صراعاته سياسية أكثر مما هي صراعات صراعات اجتماعية قبلية إثنية. هذا الجانب قد يكون على كل قليل في مجتمعنا. لما نأتي إلى الخارج بنفس الطريقة، لم يكن هنالك مشكلات بهذا الحجم في إريتريا، يمكن أيضا من الإريتريين يعني. للأسف الشديد في الآونة الأخيرة حصل نوع من التفاعل المتناقض داخل البنية الإريترية فيما يتعلق بالحرب الأثيوبية الإريترية الأخيرة، بين من انحاز إلى التيغراي وبين من انحاز إلى الدولة الإريترية بشكل عام، في أنه والله يا أخي دولة مهددة وأن ما يفعل بها حاليا هو استهداف وكذا. هذا الشحن طبعا في قنوات إعلامية شغالة، في إعلام شغال، في إنترنت شغال، في صفحات الفيسبوك شغالة، وفي احتكاك بين الناس في هذه القضايا. فجزء من هذه القضايا له علاقة على كل بهذه التوترات الحاصلة الآن نتيجة يعني كلما حصل حرب في الجوار تلاحظ بأنه نحن منشدين معها. حتى ما هي سبحان الله صدامات متعلقة مثلا بعناصر أنصار نظام، لا، للأسف أنه في أطراف تنحاز إلى خارج الدولة الإريترية ثم تحاول أن تجعل من الإريتريين مثلا الذين يخالفونها في الرأي السياسي هؤلاء بالنسبة لها مشكلة، فتدخل معهم في هذا الجانب. الحوادث الأخرى في تقديري هي ربما حادثة واحدة حصلت فعلا العام الماضي وهي غريبة حتى الآن. طبعا دوافعها واحد قد يجهلها بشكل موضوعي، لكن إذا افترضنا بأنه ما يشاع بأنه والله حصل تعلق من طرف الأطراف، أنا أسميه عموما أنه واحد في أوروبا مثلا يقتل فتاة لأنها والله رفضت أن تتزوجه، هذا أشبه بما تحدث عنه بعض الفلاسفة بما يسمى بفناء اللذة. يصل الإنسان في المجتمع المنفتح الذي تتاح له كل الفرص بشكل اختياري فهو يذهب إلى الاتجاه الإجباري. هذه معناها اللذة الاختيارية هذه بالنسبة له انتهت، فلا يستمتع إلا بارتكاب نفس اللذة بشكل عنيف. ولذلك ما تسمعه الآن من ظواهر الاغتصاب في أمريكا وفي أوروبا وكذا، مش لأنه ما متاح لهم، لا، متاح له الفرصة، بل يمكن هذه الفتاة التي هو قد يجدها بشكل طبيعي، لكن مشكلته أنه لا يريدها إلا بالعنف. وهذه والعياذ بالله طبعا إشكالية كبيرة. هذا أقصى درجات الجرم. يعني إن أنت، وللأسف الشديد المجتمعات تنتقل بنفسها بهذا النوع من السلوك العدواني من خلال حتى يظنون بأنه الانفتاح سيعالج هذا الجانب، لكن يصل للانفتاح في الناس مرحلة مرحلة الكمال كما يقولون ويصل. لذلك هم الآن من جانب تجدهم خرجوا من قضية إنه والله مسألة اللذة بين الجنسين المرأة والرجل إلى إنه لا، نخرج إلى الجانب الآخر لعلنا نعالج فناء اللذة الذي بداخلنا إلى إيجاد لذة محرمة. هي من ناحية كل الشرائع تحرم التقاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ولكن هم هنا يشبعون لذتهم. فعلى كل هي الحالة هي ما نستطيع نقول ظاهرة، يعني لم تكن هنالك ظواهر مثلا لمثل هذا النوع من الجرائم في أوروبا ولا في غير أوروبا، إنه والله شاب يتعلق بفتاة فيقتلها مثلا. هذه على كل من الأشياء اللي قليلة جدا. طيب شيخنا، هم طبعا وجهوا بأن معظم هذه الجرائم كانت من الشباب. لماذا الجرائم غالبا تكون من الشباب؟ الجرائم إذا ذهبنا في نفس الخط الذي أتكلم عنه 80% من الشباب هم تحت قانون الخدمة الوطنية، وبالتالي المخالفات في هذا الاتجاه كثيرة. المخالفات في اتجاه التخفي كثيرة، المخالفات في اتجاه الهروب كثيرة، المخالفات في اتجاه الخروج من الوطن كله كثيرة. التوترات أيضا، نفس التوتر من نفس الحالة وهو موجود داخل البلد بما يجعله أيضا يرتكب جريمة من أي شكل وارد. فأنا في رأيي يعني الشباب هم الفئة الآن المطحونة في إريتريا، الفئة التي المسجونين في إريتريا. نعم. من هم؟ أيضا الشباب، جزء كبير منهم الشباب.
فأنت أمام حالة من قتل المستقبل في الشباب. فإذا شعر الشاب بأنه والله مستقبله منتهي وأن الحياة بالنسبة له لا تعني شيء، فبطبيعي أنت تفتح له نوافذ الجريمة، تفتح له نوافذ الجريمة. إذا أردت أن تعالج هذه الحالة، عالج جذورها. إن والله المجتمع ليكون مجتمعا يخلو من الجريمة أو تقل فيه الجريمة، اجعل هذا المجتمع يعيش حياة طبيعية، اجعله يعيش حياته الطبيعية في الطفولة، اجعله يعيش حياته الطبيعية في الشباب. الشباب هي مرحلة لاكتساب العلم والمعارف والفنون وكذا، ثم بعد ذلك ينتقل بشكل طبيعي لأن يتزوج ويرتبط مثلا بحياة طبيعية. فأنت عندما والله تدمر فيه هذه الحالة أو تجعلها غير متاحة بشكل صحيح، أو تحاول أنه والله تجعله شابا معدما لا مستقبل له، فإنه في هذه اللحظة بطبيعي جدا واحد من اثنين: إما أنه سينتحر معك بشكل مباشر، قد يرتكب جريمة مع مسؤول، قد يرتكب جريمة في المجموعة اللي هو معها، قد يكون مستاء دائما حتى عندما يعود حتى إلى هذه الأمور لم نسمع منها يا شيخ حسن. نعم، هي مسموعة داخل الجيش، هي مسموعة داخل الجيش. أنا أتوقع داخل الجيش في كثير من المشكلات اللي ممكن فعلا تجعل الناس في إشكالات يعني. أو يكتمون عنها. نعم طبعا. ولا يذكرون. يعني نعم لا تذكر. لكن هم الآن على كل هذه ظاهرة. لو افترضنا أنها والله تحصل من شباب أيضا هم خارج الخدمة، فمعنى ذلك أنك حتى هذه اللحظة لم تستطع أن توجد منافذ لهؤلاء الشباب في استيعاب طاقاتهم، وبالتالي هنالك مشكلات تؤدي إلى توتر هؤلاء الشباب ليقعوا في إشكالات. وخصوصا نحن ذكرنا الآن أمرين يهم الشباب، وأنت بالنسبة لك ليس مجرم هذا الأمر. الجريمة بتاعت الخمر ليست مجرمة عندك، وجريمة حتى الفواحش والزنا ليست مجرمة عندك. معنى ذلك أنت الجرائم سيرتكبونها في جوانب أخرى، إما أنهم يبحثون عن مال فلا يجدونه، لاحظت، وبالتالي هو بحثه عن المال يجعله يرتكب جريمة. وده أيضا من خلال متابعاتنا القبضة الأمنية والشرطية الحاصل داخل البلد ما تتيح للناس هذه القضايا. ما تسمع إنه والله يا أخي في سطو على البيوت أو في سرقة، يعني شخص ماشي إريتري يقول لك والله سرق الجزلان حقي أو خطف، لا بالعكس، بل يقول لك والله الواحد يكون خات حاجته في القهوة يمشي يجي بعد يومين بيلقاها. طيب إذن الجرائم هذه فعلا أول من جانب تحتاج إفصاح حتى لا الناس يعني كل يدخل إليها من باب، لكن الذي نرجحه هو أن هذه الجرائم جزء كبير منها له علاقة زي ما ذكرت بطبيعة ممارسات السلطة مع هؤلاء الشباب فيما يتعلق بالخدمة، فيما يتعلق بالعمل، فيما يتعلق بقضية العطالة، فيما يتعلق بالتنمية. هذه كلها تحتاج فعلا إلى معالجات. طيب شيخ حسن، نحن تكلمنا في هذه الجزئية الآن بكل وضوح، وأن الواقع قد تفضلت في شرحه، وأن الواقع هو الجرائم واقعة على الشباب. نعم. وليس الشباب هم الواقعون في الجرائم. فبالتالي اليوم من المسؤول عن هذه الجرائم ضد الشباب؟ ومن الذي سيحاسبهم؟ من الذي يعني ممكن أن فيما يتعلق بعقوبتهم، عقوبة هؤلاء، سواء كانوا على مستوى الدولة أو كانوا على مستوى المسؤولين، من المسؤول في عقوبتهم يا شيخ حسن؟ والله للأسف الشديد الشباب أنا في تقديري ضحايا، خاصة في نظام يغيب فيه القانون، تقيم فيه مؤسسات العدالة بشكل واضح، يغيب فيه الرقابة المجتمعية بحيث والله هذا المجتمع يراقب أداءه العام في منظومته التشريعية، في منظومته العدلية، في منظومته التنفيذية. ما موجود هذا الكلام. وبالتالي الشباب عندما أقول لك ضحايا، يعني مثلا أنت تأخذ الشباب بعد الصف 11 بكليتهم، كل المدارس بعد الصف 11 يذهبون إلى ساوة، هناك يخضعون لما يمكن أن نسميه بالسخرة والعبودية المعاصرة، وهو أن القيادات التي على رأس هؤلاء الشباب يفعلون الأفاعيل. كثير من القضايا سربت حقيقة من هذا الجانب، وخصوصا الفتيات وطريقة تعامل المسؤولين معهم، وكثير من الأمور حقيقة حصلت فيها إشكالات ومساكين. بعض الفتيات اللائي حاولن أن يهربن نتيجة هذه الجرائم وحتى لا يخضعن لابتزاز المسؤولين والضباط، هربنا، وأحيانا وقعنا أيضا في يعني قد يكون وقعت في متاهات عصابات تجار البشر وغير ذلك، وهذه حقيقة الواحد يلاحظها. فالشباب عندما نقول بأن والله في ظل قيام مسؤولية المجتمع عن مؤسسات دولته والرقابة عليها ومحاسبة المسؤولين الذين يقعون في مثل هذه الجرائم، فإن بطبيعة الحال
المسؤولية ستقع بشكل مباشر على السلطة السياسية، لأنها هي الآن القابضة بكل المفاصل، والمجتمع مهمش. المجتمع ليست له أداة رقابة، وليس له برلمان، وليس له مؤسسات قضائية ولا مؤسسات حزبية. فأنت في حال السلطة السياسية مهيمنة على المشهد السياسي كله، وبالتالي هي من يضع العقوبات، وهي كذلك من يعاقب عليها بطبيعة الحال. جزء كبير من هذه العقوبات للأسف الشديد يخضع للمسؤول المباشر. عندما يكون هنالك شاب مسكين دخل إلى الخدمة العسكرية، فإن كثير من العقوبات ستجد أنها تخضع للضباط المباشرين. والعقوبات معروفة في الجانب العسكري، جزء منها الزحف، جزء منها منع من الأكل، منع من الطعام، إجراء مزيد من التدريبات. عندهم على كل سلسلة ضخمة جدا من تدمير الذات الإنسانية فيما يتعلق بهؤلاء الشباب. ولذلك ستلاحظ بأن كثير من الشباب يخرج بانطباع بأنه والله هو في هذه الحالة لا يعيش كرامته الإنسانية التي أودعها الله فيه. يعني الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الإنسان بأنه كائن مستخلف وأنه مكرم. كل إنسان يحب. وكما قال الشيخ عبد الكريم بكار عنده مقولة يقول: كل مولود يولد وهو يحمل لافتة مكتوب عليها أشعرني بأني مهم من فضلك. هذه القضية الفطرية في الإنسان عندما تدمر من خلال المؤسسات العسكرية وتدمر من خلال المؤسسات الأمنية، فإنه أحيانا صح النفس البشرية في لحظات ضعفها تستجيب، لكن في بعض الحالات تكون الحالة فيها نوع من المقاومة. هذه المقاومة قد تكون شرود، قد تكون ضرب يقوم به الشخص دفاعا عن نفسه، ويرى أحيانا والله ما فارقة معه، خلاص هو وصل إلى مرحلة فليكن ما يكن. فهذه على كل، إذا أردنا حقيقة أن يكون هنالك تصويب، هو أنك لا بد أن تعيد سلطة المجتمع على دولته. سلطة المجتمع على دولته من قيام الشورى، من خلال الرقابة، من خلال وضع القوانين التي يعرفها المجتمع ويتفق عليها، من خلال كذلك سلطة سياسية منتخبة تعرف بأن والله من ورائها مجتمع يقف يسند على الأقل ما تقوم به من إجراءات إيجابية، ويحاول أن يقومها فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاطئة. طيب شيخنا الشيخ حسن، كل إنسان في داخله فطرة تعظيم الرب سبحانه وتعالى، سواء كان من قبل المسلمين لربهم جل وعلا أو النصارى لإلههم خلينا نقول. ألا يعني يخافون من عقوبة الرب سبحانه وتعالى؟ ليس هناك إيمان باليوم الآخر والحساب والعقاب، وأن هؤلاء المسؤولين سيموتون، سواء كان على رأسهم رئيسهم أو آخر جندي منهم، أن لديهم لقاء مع الله عز وجل، والله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذه المعاني ليس لها وجود في داخل الجيش الإريتري. معقول المسؤولين، معقول لا أحد يؤمن بهذه الأمور وأنه سيحاسب؟ هم يرون أن الجريمة فعلا قائمة على الشباب. كم من فتاة يعني خسرت عفتها وشرفها بسببهم، كم من شاب غرق في الماء البحار أثناء هروبه، كم من شاب قتل أيضا برصاص الجيش لأنه هرب من ساوى، وكم أعداد كبيرة جدا كتب فيها الذين خرجوا وهربوا وتكلم فيها. بل بعض المسؤولين الذين كانوا في مسؤوليات الدولة كالسفراء وغيرهم ذكروا هذا. يعني هي حقائق لا نقاش فيها. أنا أقول الجانب الروحي الإيماني بالله واليوم الآخر والحساب ما في، أليس منهم رجل رشيد؟ هو كما قال الله سبحانه وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يعني فعلا استحضار معنى الإله، معنى الرب، وأن هذا الإنسان من ورائه إله يراقبه ويتابعه ويحصي عليه حسناته ويحصي عليه سيئاته. هذا المعنى سبحان الله. ومعنى اليوم الآخر وما فيه من مساءلة وما فيه من جنة وما فيه من نار، هذا المعنى هو الذي يعطي الحياة كلها معناها. فإذا غاب هذا المعنى فأنت تتحول مباشرة إلى العبثية والفناء الدنيوي قبل الأخرى. يعني أنت بتتحول إلى كائن حيواني همك الأكل والشرب، ثم بعد ذلك لا يوجد شيء اسمه مساءلة في الدنيا، ولكن مساءلاتك التي تخشاها هي المساءلة المسؤول الذي أعلى منك فقط. فيتحول الإله بالنسبة لك الأرباب الذين هم فوقك في هذه. للأسف الشديد الحالة الدينية في إريتريا في ضمور.
ليس فقط في حالتها الرسمية، بل في حالتها المجتمعية، لأن السلطة كسلطة منذ ما كانت ثورة حاولت أن تعمل تجريف ديني للناس. عندما يكون هنالك تجريفا دينيا معنى ذلك هنالك تجريفا أخلاقيا، لأن الأخلاق مرتبطة بشكل كبير بالدين. وكما قال أحد الفلاسفة: إذا قال لك الشخص أنه لا يؤمن بالله فلا تأمنه بعد ذلك، لأنه ما في شيء يجعله بعد هذا يلتزم بأخلاق، يعني ما في شيء، فهو ما في شيء يخاف منه إلا عقوبة دنيوية، فإذا أمن العقوبة فلا شيء يردعه بعد ذلك. أساء الأدب. إذا نحن في إريتريا الإشكالية الكبيرة جدا فإذا كانت مثلا داخل الجيش الإريتري الصلاة ممنوعة، يمنع. وأعرف كثير من الشباب الذين هربوا يحكوا أشياء لا تصدق، يعني كيف أنهم مساكين كانوا يتحينون أن يجدوا فرصة بس في المسيرة، في التدريب، في كذا، فرصة يتخفى فيها حتى يؤدي يؤدي صلاته، أو يؤدونها أحيانا يجمعونها. لماذا؟ لأنه لو سألتهم ما الذي يجعل هذا الجندي يعني أنت تجبره على ترك عقيدته ودينه. وهنا بالمناسبة أيضا حتى نكون منصفين، حتى النصارى الملتزمين دينيا المجموعة المعروفة بجهوفا عانت معاناة تعذيب وإشكالات، منعوهم أيضا من أداء نفس الطريقة، طقوسهم الدينية. أيوة. نعم. فهم طبعا تحت حجة أنه والله نحن نسعى إلى علمنة الدولة ومحاولة أن لا يكون هنالك ظهور لطوائف داخل الجيش يحاولوا أن يحرموا هؤلاء الناس من حقوقهم، بينما الإنسان يفقد معناه إذا كان والله أنت حاولت أن تجرده من قيمه الدينية وقيمه الأخلاقية. فإذا كان والله أنت تحارب الله بهذا الشكل، بل أحيانا يسيئون إلى الكتب المقدسة، إما بتمزيقها وإما برميها، يعني كثير منهم، حتى الكتب اللي ذكرناها كتب الإنجيل وغيرها، فإنهم أساءوا إلى هذا الاتجاه. فإذا الحديث عن أنه والله هؤلاء المسؤولين والخوف من الله ورقابة الله غير موجودة. طيب، رقابة الله غير موجودة، الخوف من الله غير موجود، لأنه أصلا لا يستحضرون هذا المعنى. جزء كبير منهم أقرب إلى الإلحاد منهم إلى التدين، هذه حقيقة. حتى من أبناء المسلمين تجد أنه والله انحرف إلى الفكر الماركسي والإلحادي، وخصوصا الذين تربوا في مرحلة الثورة هذه، ما في كلام أنه هذا هو الفكر الذي يعني نشأت عليه الحالة في داخل البلد. فأنت أمام مسؤولين بالنسبة لهم قضية الله، قضية الآخرة، قضية الحساب غير واردة في كثير من حساباتهم، وبالتالي قانون العيب أحيانا بعضهم يعمل به، إنه والله يا أخي عندما يكون شخصا مشهورا ويعرفه الناس حول المنطقة وكذا، ربما يعمل حساب لقانون العيب أكثر مما يعمل حساب لقانون الإله والعقوبات الإلهية. فهذه تقريبا هي الحالة، وبالتالي كما تفضلت محتاجة المجتمع الإريتري إلى عودة كاملة، وهذه العودة لا تبدأ فقط في معسكر ساوة، يعني لابد أن تبدأ قبله. المجتمع عندما يكون مجتمع والله ينشئ أبنائه وينشئ شبابه وشاباته بشكل صحيح من خلال التنشئة الدينية في البيوت وفي المدارس وغيرها، حتى يستطيع إن شاء الله هذا المجتمع أن يفرز على الأقل قيادات يمكن أن نقول تخاف الله سبحانه وتعالى وتتقي الله في هذا المجتمع. شكرا شيخ حسن. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع وحوار جميل حول الجرائم والشباب في إريتريا، واتضح لدينا من خلال الحوار والنقاش أن الجرائم ترتكب ضد الشباب وليس الشباب هم الذين يرتكبونها. وعليه فمن هذا المنبر نذكر المسؤولين بشدة عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون له رب يحميه ويتابعه، وأنه سبحانه وتعالى سيعاقب المجرمين إن عاجلا أو آجل، وأن عقوبته إذا وردت فهي عقوبة عظيمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا يغرن المسؤولين من أولهم إلى آخرهم حلم الله عز وجل لحكم هو يعلمها سبحانه وتعالى، فإنه إذا بطش بطشا شديدا وعذب سبحانه وتعالى. من هنا ننصح المسؤولين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يعودوا وأن يتركوا الإلحاد وهذه الأكذوبة التي في أنفسهم، فهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى إله موجود وهو الخالق سبحانه وتعالى وقد خلقهم، وهو الذي يأخذ أرواحهم، وقد رأوا في أنفسهم من الأدلة ما تبين ذلك، لأن الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأنا أجزم أن كل مسؤول قد أراه الله عز وجل في نفسه أن الله سبحانه وتعالى موجود ويراقب وليس بغافل عما يحصل. فنقول لهؤلاء ماذا ستفعلون إذا متم وذهبتم إلى ربكم كافرين؟
فماذا سيكون مصيركم؟ إن الموت قائم على الجميع، الرؤساء والمسؤولين قائم، سواء ماتوا على فراشهم أو ماتوا في الحروب أو ماتوا حتف أنفسهم. نذكر هؤلاء بأن الجريمة على الشباب سيعاقب عليها القانون الإلهي وليس القانون الدولي. والسلام عليكم ورحمة الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.